بسببه لغت بريطانيا حكم الإعدام، والسبب ما يجيش على البال تيموثي إيفنز. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. في 20 نوفمبر سنة 1924 اتولد بطل الحكاية تيموثي إيفنز لأسرة فقيرة جدا، وبعد ما كبر شوية وبقى حلو كده والده تخلى عنهم وبقوا فقراء أكتر من الأول، لدرجة إنه خرج من المدرسة بسبب إن والدته ما كانتش قادرة تدفع المصاريف. وفي سنة 47 كان كبر إيفنز واشتغل واتجوز بنت اسمها بيرل سورلي، وفي الأول عاشوا مع والدته في شقتها لحد ما حملت بيرل فنقلوا في شقة في حي شعبي على قد فلوسهم. ومن الشقة دي حياة بيرل وتيموثي هتتقلب أكتر لما يتعرفوا على جارهم جون كريستي، الراجل اللي ساكن هو ومراته في الدور الأول. وجون كان عنده 40 سنة، وبالرغم من فرق السن بينه وبين تيموثي إلا إنهم بقوا صحاب على الآخر، لدرجة إن لما كان يحصل أي خلاف بين تيموثي وبيرل كان جون يتدخل وينصحهم ويحل الموضوع. وطبعا الخناقات زادت بعد ما بيرل خلفت جرالدين بنتهم اللي المصاريف زادت معاها والفلوس قلت، وده لأن تيموثي ما كانش بيعمر في أي شغلانة. وتعدي الأيام لحد ما تيموثي وبيرل يدبوا خناقة معتبرة مع بعض، وده لما بيرل قالت لتيموثي إنها حامل للمرة التانية. وطبعا تيموثي ما كانش حمل إنه يصرف على طفلين، ده بيصرف على بنته جرالدين بالعافية. فيقرر إن بيرل تخلص منه فورا، مع إن القانون البريطاني كان بيمنع ده وقتها، والأم اللي كانت بتعمل كده كانت تتسجن على طول. وبعد تفكير من تيموثي وبيرل في حل المشكلة دي راحوا لصاحبهم الأنتيم جون كريستي، اللي قال لهم ما تقلقوش خالص، أنا عندي كل الأدوات وممكن أخلصكم من الموضوع ده. وفي يوم 8 نوفمبر سنة 1948 راحت بيرل لجون عشان يحل المشكلة، وما كانتش مراته موجودة في اليوم ده زي ما اتفق معاها عشان السرية. وبعد ما تيموثي رجع من شغله وما لقاش ولا مراته ولا بنته في البيت، فقال إن أكيد إنهم لسه عند جون، اللي لما سألوا عنهم قالوا إن المدام فيصت وهو شغال من جرعة دواء زيادة، وكتر خيره رمى بقاياها في المصرف عشان ما يحصلش مشاكل. أما بقى بنته فودها البلد عند قرايبه عشان ما يكونش فيه شك. وطبعا ما صدقش تيموثي إيفنز كلامه وبلغ البوليس إنه مش لاقي بنته، بس للأسف قال لهم بحسن نية إن بقايا مراته في المصرف. ولما راحوا يفتشوا في المصرف علشان يتأكدوا من صدق كلامه ما لقوش أي حاجة هناك، وده اللي خلى تيموثي إيفنز في موضع شك بالنسبة لهم، لدرجة إن الشرطة بعد يومين فتشت بيته حتة حتة لحد ما لقوا سجادة حمراء في أوضة الغسيل فيها بيرل وجنبها بنتها جرالدين، والاتنين كانوا خلصانين على الآخر. واتصدم تيموثي لما شاف المنظر ده، وقال إن أكيد جون كريستي جاره هو اللي عمل كده. ولما الشرطة حققت مع جون استغرب جدا، وقال إنه دايما كان بيحل المشاكل اللي ما بتخلصش بينه وبين بيرل مراته، وده لأنهم ما كانوش بيبطلوا خناق. وكان دايما تيموثي يستحلف لبيرل مراته ويقول لها خلص عليكي، بس كان بيفتكر إنه هو مجرد كلام. وبعد الكلمتين دول الرأي العام اتقلب على تيموثي، اللي شايفينه إنه وحش وما ينفعش يفضل وسطهم. وللأسف تم الحكم على تيموثي بالإعدام من غير ما يعمل أي حاجة. وتفوت الأيام ويسكن سكان جداد في شقة تيموثي، وجون كريستي يتخانق معاهم في الرايحة والجاية لحد ما يزهق منهم على الآخر ويقرر إنه يأجر شقته ويقعد في فندق. وفي يوم يقرر المستأجر الجديد لشقة جون إنه يجدد حيطان المطبخ، وأثناء التجديد يشم ريحة لا تطاق ورا دولاب الكوبايات، فيكسر الحيطة فيلاقي 3 سجاجيد ب3 بنات خلصانين على الآخر. وطبعا يبلغ البوليس اللي يكون عارف إن الشقة دي بتاع جون كريستي الشاهد الوحيد في قضية تيموثي إيفنز. وبعد ما يوصل البوليس للشقة يكتشفوا بالبحث 3 بنات في الجنينة حالتهم نسخة طبق الأصل من ال3 اللي قبله. وبدأوا يكثفوا البحث عن جون لحد ما قبضوا عليه بعد أسبوعين. وبعد التحقيق اعترف إنه هو اللي خلص على ال6 بنات اللي لقوهم، وكمان اعترف إنه خلص على مراته علشان كانت عيانة وهو يا عيني كان غرضه يريحها من المرض، ده غير بيرل وبنتها جرالدين اللي راح تيموثي هدر بسببهم. وبرر كل البلاوي دي بإنه مريض نفسي وكان بيعمل كده علشان يعمل معاهم علاقات بعد ما يخلص عليهم. وبالرغم من كل ده اتحكم عليه بالإعدام في يونيو سنة 53، ونفس الشخص اللي نفذ الحكم على تيموثي إيفنز هو اللي نفذ الحكم في جون كريستي. ومن وقتها واتلغى حكم الإعدام في بريطانيا وبدلوه بالسجن مدى الحياة إلا في حالة الخيانة العظمى. وبعد 50 سنة دفعوا تعويض بالملايين لأخت تيموثي إيفنز، الراجل اللي غير أهم القوانين في بريطانيا بسبب حسن نيته.